خلينا نشوف سوا مين الشخص اللي دعاك. تمام، نشوف. لا 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 لا، كله الا دي انت ما تعرفش عملت فيا ايه. دي دمرتني، دي دمرتني. اسألها انا كنت بصرف عليها قد ايه، اسألها عن علب التونة والدراي فود. انا كنت بحرم نفسي من اللقمة عشانها، انا كنت بقطع من ورك الفرخة بتاعي عشانها، مع انه بيكون صغير. مين نضف لها الليتر بوكس غيري؟ مين كان بيستحمل خربشتها وقت الشاور غيري؟ اسألها كم عندي فري غيرتها بسببها، وفي الآخر وبمنتهى البساطة تمشي عشان قط شارع، عشان قط بلدي، والنهاردة رجعالي بعيالها ومستنانا سماحة. لا يا أستاذ جورج، لا، مش أنا اللي يتعمل معايا كده. هي موجودة هنا، موجودة في الاستوديو معانا هنا، موجودة. اليابان 2011، بعد الزلزال الكبير والتسونامي اللي كان حصل وقتها، مصور شاب كان بيتجول في الأرجاء بيحاول ياخد بعض الصور للجريدة بتاعته. فجأة بيشوف الشاب ده حاجة غريبة جدا، كلبين، واحد سليم وواحد مصاب مرمي على الأرض. الكلب السليم واقف جنب صاحبه المصاب ومش راضي يبعد أو يتحرك على الرغم من خطورة الوضع والأحداث اللي حاصلة. المصور حاول يقرب عشان ياخد صور أوضح للكلبين، لكن الكلب السليم بدأ ينبح على المصور بشكل كبير جدا وكأنه بيدافع عن صاحبه المصاب. بعد شوية الكلب المصاب اللي كان مرمي على الأرض فتح عينه وبدأ يرفع راسه من على الأرض. الكلب صاحبه فرح فرحة جنونية، قعد يهز ديله ويتنطط ويتحرك حواليه في المكان. القصة دي بتطرح قدامنا تساؤل: هل فعلا الحيوانات عندها مشاعر وتقدر تعبر عنها زينا؟ هل قطتي مثلا ممكن تكون متضايقه مني من حاجه معينه، او الكلب بتاعي غيران من كلب تاني اشتريته؟ عشان نقدر نجاوب على كل التساؤلات دي لازم الاول نسال هو ايه مصدر المشاعر اصلا. المخ طبعا. عندنا في مخنا جزئين مهمين جدا اسمهم الاميجدالا والبريفرونتال كورتكس. الجزئين دول هم المسؤولين عن التحكم في مشاعرنا، من حب لخوف لحزن وغيرهم. وبالفعل العلماء لقوا ان الجزئين دول موجودين عند اغلب الثدييات. ركز معايا، ده شيء خطير جدا. انت متخيله لما قطتك شدتك من شعرك وانت قاعده ده ما كانش رد فعل تلقائي منها بدون سبب؟ هي فعلا كانت متضايقه منك وعملت كده بقصد. الفعل مثلا لما فرد من افراد القطيع بيموت، باقي الافراد بتفضل واقفه جنب جثته لمده طويله جدا ماسكين زلمته وكانهم بيودعوه. الحيوانات تقدر تكون متعاطفه، تقدر تحس باغلب المشاعر اللي الانسان بيحس بيها لكن بدرجه ابسط شويه. مشاعر الانسان مرتبطه باللغه والوعي الذاتي والتفكير في الماضي والخوف من المستقبل، اما مشاعر الحيوانات فهي ابسط من كده، هي مشاعر مرتبطه بالموقف. طيب هل الحيوانات ممكن تعيط؟ خليني اقول لك ان الحيوانات عندها غدد دمعيه زي اللي عندنا بالظبط، بترطب عينها وبتحميها من الجفاف والاتربه. لكن هل الدموع دي ممكن تبقى عاطفيه؟ هنا المجتمع العلمي يتقسم، منهم اللي قال ان لا، دي حاجه خاصه وحصريه عند البشر بس، لكن في مشاهد كتير اتوثقت بتقول غير كده. فيلة بتبكي جنب جثة شريكها، كلب عينه نزلت دموع لما أدرك إنه فقد صاحبه. لكن اللي متفق عليه إن الحيوانات بتحس بالألم والحزن والخسارة بوضوح جدا سواء كان بدموع أو لا. الحيوانات كمان تقدر تحلم. التجارب اللي اتعملت على الكلاب الخاصة بالموضوع ده لقيت إنهم وقت النوم بيحركوا رجليهم كأنهم بيلعبوا أو بيجروا ورا حاجة. في دماغنا حتة كده صغيرة لطيفة اسمها بونز، الحتة دي هي المسؤولة عن إننا ما نتحركش وإحنا نايمين. العلماء جابوا قطط وشالوا منهم الحتة دي، وفعلا القطط بدأت تمشي وتتحرك وهي نايمة، بل كانت بتتصرف كأنها بتصطاد حاجة. القطط كانت بتحلم إنها بتصطاد فار، وبدأت تنفذ الحلم ده في الواقع لما شالوا الجزء اللي بيمنعها تتحرك وهي نايمة. خليني كمان أقول لك إن التجارب اللي اتعملت على الطيور المغردة أثبتت إنهم بيحلموا باللحن بتاعهم وهم نايمين. وفي النهاية الحيوانات مش مجرد كائن ممكن تتفرج عليه في قفص أو سيرك وتضحك وتمشي. الحيوانات بتحس زيك بالظبط، بتحس لما يتم تجويعهم في الأقفاص ولما يتم ضربهم وإهانتهم في السيرك، بتحس لما تأذيهم في الشارع، وكمان بتحس لما تعطف عليهم وتعاملهم كويس. الحيوانات هتقدر فعلك وهتحس بالامتنان وهتشيل جميلك أكتر حتى من البشر اللي في حياتك. وبس، سلام.